نتمنى تكونوا بخير على خير فيما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك في هذا الفيديو هادي غادي نهضروا على واحد الروتين اللي طلبتو مني بزاف ديال البنات اللي تيقولوا لي في انستغرام عافاك نبارطاجي معنا لا روتين ديال الشعر ديالك، كيفاش تطوال، شنو لي برودوي اللي كتستعملي، شنو الزيوتات، شنو لي ماسك. دونك انا اختاريت واحد الماسك اللي زويون بزاف، ما عرفتش البنات كاملين عارفينه ولا مجربينه، كاين اللي كتكون عارفه شي ماسك وما كنجربوش، دونك سي لوكازيون باش تجربوه، وكاين اللي ما كتكونش عارفه ولا ما زعماش عليه ولا ما متاكداش بانه غادي يكون زوين ولا دونك بقاو معايا في هذا الفيديو هذه باش تعرفوا شنو هذا الماسك. اللي عندنا في هذا الماسك هذا هو نحتاجو غير الروز، يعني الروز نقدروا نديرو به بوحدو، نقدروا نديرو نخلطوا معاه نشا، نقدروا نخلطوا معاه الحمص، نخلطوا معاه البيض، نخلطوا معاه الزبده، كل شيء ممكن نخلطوا معاه، كيبقى ديما واحد العنصر زوين كيعطينا لي فيل، سواء ماسك للوجه سواء ماسك للشعر. دونك في هذا الفيديو هذه غادي نبارطاجي معكم ماسك ديال الشعر وماسك ديال الوجه اللي توب، ماشي ماسك بلوتو غوماج، انا كنسميه غوماج لان تيخلي الوجه غزال ونصح به ديروه مره في السيمانه، ما غاديش تندموا عليه وغادي تشكروني عليه. دونك الروز البنات موجود عندنا بارتو، يعني في كل دار ضروري غادي يكون الروز ومتوفر وما غاليش، يعني تقدروا تستعملوه غير العكز اللي غادي يقتلكم. دونك بالنسبه للروز اللي ما عرفش الفوائد اللي فيه بزاف ديال الفوائد، اللي هو فيه نشا، اللي فيه واحد الماده اللي كتسيختو بالنسبه للوجه، مضاد للتجاعيد، فيه فيتامين بي، فيتامين سي، وفيه واحد الدهنيات اللي كيحفزوا لنا الكولاجين، ومش كما كتعرفوا الكولاجين مع المده تيبدا تيقلال عندنا، دونك الروز تيعوضوا ذلك الميلانين اللي كيبيض البشره وكيعطيها واحد النضاره. بالنسبه للبنات اللي تيبغيو كيكون عندهم داك الكلاف ولا تيكون عندهم شي بلايص كحل، يعني الروز مع المده بيان سور راه تيبيضها وتيعطيها واحد الاشراق واحد النضاره اللي غزاله بزاف. التمر كيكون عنده واحد لي فيه اكثر من الروز اللي كتشدوه كديروه عادي، يعني كيفاش كنديروا الطريقه باش الروز كنخمروه، كنوضعوه في الماء، سوا كتبيتيه ليله، ما خصوش يفوت 24 ساعه، الا فات 24 ساعه ما تيبقاش عنده داك لي فيه مزيان. يعني وفاش كديري الروز كل مره كتاخدي الماء ديالو تقدري ديريها جوج المرات، تزيدي الماء بلا ما تلوحي داك الروز الاخر. واي حاجه البنات كتكون مخمره كتضاعف الكميه نتاع الاكسده ديالها، يعني اي حاجه كتخمروها كتكون مزيانه، حتى الحمص فاش كيتخمر وكتستعملي الماء ديالو كيكون هائل، بحال الخل ديال التفاح حتى هو، يعني كل حاجه كتخمر مزيانه لي في ديالها. دونك سي بوغ سا البنات اللي كيديروا لي تونر ولا اي حاجه اللي كيديروا غير الماء الروز فيت في ويعاودوا يحيدوه، لا على الاقل اما تخليه واحد الساعه ولا تخليه 24 ساعه باش انتي الروز ولاو كيستعملوه في ماركات نتاع لي كوسميتيك بزاف بحال وقيلا بورجوا وما عرف شنو هي لي مارك الاخرين اللي كيديروه لي غوماج وكلشي. بالنسبه لي بودر كومباكت ممكن تشدو غير الروز وتطحنوه وتستعملوه لي كونطور نتاع العينين نتاعكم ولا في الوجه ديالكم. بالنسبه اللي عندها البشره دهنيه، اما اللي عندها البشره جافه ضروري كتزيدي عليها، يعني في لي ماسك ديالك ضروري كتزيدي زيوتات. مي اللي عندها البشره جافه دهنيه يا ربي وكتعاني من الدهون اللي كتكون عندها في الوجه، سيرتو فاش كيمشيو للمغياج ولا كيكون عندهم شي مناسبات وجههم تيبقى يعرق، الروز طحنيه وديريه في قرعه وديما وغربليه باش يكون رقيق ما يكونش غليظ. يعني الا كنتو بغيتو تخليوه مهرمش شي شويه كديروه كغوماج، اما الا كنتي بغيتي ديريه كالمكياج من الاحسن طحنيه مزيان وغربليه وكيكون زوين. وبالنسبه لي غوماج والله العظيم من هاد الغوماج هذه اللي غادي نبارطاجي معكم، الا من النهار الاول غادي تجربوه غادي تحسوا بالفرق ديالو، يعني توب دو شي توب. ولا بغيتو من بعد نبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات اللي نقدروا نستعملوا غير بالروز. وكما قلت لكم العنصر الاساسي عندنا هو الروز. دونك تاخذوا اي روز، انا خديت هذا الروز هذا سواء البيض سواء الصفر سواء الاحمر اللي عندكم، والماء وشي قرعه ديال الدجاج اللي غادي تخمروه فيها، من احسن تكون ديال الدجاج وتكون تحطوها في شي مكان مظلم باش تستعملوها اكثر واكثر. دونك انا خديت واحد الكميه نتاع الروز، ما بغيتش نقول لكم اكزاكتومون شحال الكميه اللي خديت، باش كل واحد يدير على حساب. انا ما كنديرش بزاف، يعني هذه راه ما كتدوز لياش السيمانه، ودابا درتها في هذا الفيديو هذه راه ساليته وعاد عاودت من بعد واحد اخر. دونك كناخذ شويه ديال الرز معاه الماء اللي يتخمر، انا هنا كنت خليته 24 ساعه، ممكن كيف ما قلت لكم تخليوه من 24 ساعه، الا كنتو زربانين ساعتين على الاقل خليوه يخمر. دونك خديت واحد شويه د الكميه غادي نوضعها في باماغي مع الزيت نتاع الكوك، لانك تعرفوا في البرد كيكون سخون، سي بوغ سا دوبتو معاه وخليتو شي شويه يغلى في الماء، من بعد خليتو يبرد واحد شويه وغادا نطحنو على هاد الطريقه هادي مو في الميكسور اللي عندكم.
من بعد ما طحنتو في هذا الميكسور هذا حاولوا ديروا الماء يكون غالب شي شويه لان سينو غادي يعذبكم. بالنسبه للزيوتات انا كندير كما قلت لكم الزيوتات اللي بغيتو، مي كنعتمد على هاد الزيوتات هادو ديما تيكونوا عنصر اساسيين عندي، بحال زيت الموطارد، زيت الخروع، زيت نتاع الثومه. هذيك الزيت نتاع الثومه تناخذها من اكسيون البنات، وهذا ودانون مسوس. دونك كانت واحد اللقطه هنا غادي تمسح ليا اللي غادي نلوح فيها دانون مسوس. دونك سي بور سا كنقول لكم راه حتى دانون مسوس ممكن تضيفوا حتى المايونيز، وممكن تضيفوا البيض، ممكن تضيفوا عده اشياء ممكن تضيفوها. وهنايا من بعد دوك الزيوت انا اللي درت ما طحنتو وخلطت دانون على حسب الكميه نتاع الشعر اللي عندكم. غادي نخلطهم كاملين مزيان في الشعر ديالي. ما غاديش نبدا نيت من جدر، نبعد على جدر واحد شويه وعاد غادي نبدا نوضع على هاد الطريقه هادي، خصله بخصله وندير. سي بوغ انا البنات قلت لكم درت غون كونتيتي باسكو عارفه شعري طويل وكيشرب بزاف، وغادي نبدا على الطريقه هادي. المهم كتاخذ الوقت حتى نكمل. درتو هكا خليتو باش فاش يبس غادي نقشرو بحال وجهي وليت كنحس به كيبس. سي بوغ ما نقدرش نهضر بزاف. فاش ابليكيت الماسك كله على الشعر ديالي بقيت كنجبد الزغب مزيان باش يدخل في الزغبه وتشربوا الزغبه بحال اللي زعما بحال كدير الكيراتين. نفس الطريقه بقيت كنجبد كنزيد الماسك كنزيد الماسك. دابا غادي نخليه واحد ساعه ولا ساعتين المكانه. غادي نلويه بالفينو اليمونتير ولا كان حال سخون ما ديروا لا فينو اليمونتير لا والو، خليوه غادي يبس راسو دغيا غادي يبس توت فاصون. صافي دابا غادي نوض نحيد عليه هذا الكوماج هذا لانه وجهي بدا كيتلصق. اي فوالا البابيون، نتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم ونتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوا هاد الوصفه. الا كنتو بغيتو نزيدكم بزاف ديال الوصفات نتاع كيفاش نستعملوا بالروز ان شاء الله قولها لي في الكومونتير وغادي نزيدكم دي صوت الفيديو. اما بالنسبه لي سوان كابيلير راه غادي نحطهم لكم بشي طابتي وشوفوا الريزولطا كيفاش خرج ليا من بعد ما استعملت هاد الماسك نتاع الروز اللي فين يعني في الغسيل كتشوفي الفرق. غير حاجه وحده خاصك الغسيل تصليه مزيان 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 لانه كيعذب شويه في الغسيل، سيرتو الا كنتي دايره معاه الزيوتات خاصك تغسلي ضروري في الاول بشويه بالماء السخون باش يمشيو دوك الزيوت. واخا انا ما كنغسلش دابيتو شعري بالماء السخون لان كيزيد كيهرس الزغبه وما تمشطوش الشعر ديالكم فاش تكونوا كدوشوا. دونك مي بابيون نقول لكم السلام عليكم ولا في بروشان فيديو. باي.